تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. دشنت إدارة شرطة السير أسبوع المرور العربي الموحد، والذي استمر حتى 10 من الشهر الجاري. وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر مبروك رغيبة ومدير شرطة السير العميد غانم المرح أكد على أهمية نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع وسائقي الآليات والمركبات المختلفة للحد من الحوادث المرورية. اليوم ندشن افتتاح أسبوع المرور العربي في محافظة مأرب بشكل عام. هذا الشعار الذي يحمل عنوان بارز من أجل سلامة الجميع، تمهل فنحن بانتظارك. فنتمنى للجميع أن يكون في تمهل ونظام. ومن خلال هذه الافتتاح حقيقة احنا ندشن يعني الأمن والسلامة، لأن رجال المرور هم رمز النظام والقانون والسلامة للمجتمع. نحن في إدارة شرطة السير نأمل أن نخرج من هذا الأسبوع وقد كثفنا الجهود في إيصال الرسالة التوعوية للسائقين، ومن خلالكم ومن خلال الإعلام إن شاء الله ستصل رسالتنا المرورية إليهم، وأن يكونوا أكثر التزاما وأكثر انضباطا في التزامهم بأنظمة وقواعد المرور. رجال المرور لم يوجدوا في الشوارع بين الشمس، بين الحمى، بين المطر، بين العوادم السيارات، إلا من أجل سلامتك ومن أجل الحفاظ على الآخرين. افتتح وكيل المحافظة رغيبة ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد المعرض الفوتوغرافي للحوادث المرورية واللوحات الإرشادية والبيانات التوضيحية للخسائر البشرية والمادية التي أسفرت عنها الحوادث المرورية خلال العام المنصرم 2025. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.